السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده النهارده. بس قبل اي حاجه اتمنى لو انتم مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم تدوسوا لايك وشير. زي ما انتم شايفين كده عامله لكم النهارده العيش البلدي. العيش البلدي اهوت زي بتاع الفرن بالظبط، عملته في البوتاجاز خطوه بخطوه معاكي من اول حاجه لاخر حاجه. العجينه بتاعته سايله شويه زي بتاعه الفرن بالظبط، بس هتطلع معاكي. شايفين العيش بتاعي عامل ازاي؟ انا فاتحه رغيف، بصوا شايفين التسويه عامله ازاي؟ والله العظيم ما بياخد اي مجهود. تعالوا نشوف الخطوات مع بعض. بس ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تدوسوا لايك وشير، وما تنسوش لو انتم مش مشتركين تشتركوا في القناه. يلا تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. تعالوا بقى ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض العيش الفلاحي او العيش البلدي عادي اللي هو بتاع الفرن. ما فيهوش اي حاجه، هيطلع معاكي ان شاء الله زي ما بتشتريه من الفرن. خطوات سهله بسيطه خالص، ما فيهوش اي حاجه. تعالوا هنا عندي نص كيلو دقيق منخول وحط عليه رشه ملح. عندي هنا كيس خميره وحطيت عليهم معلقتين دقيق وربع كوبايه ميه ونص معلقه سكر. هسيب لكم كل الخطوات او كل المقادير في صندوق الوصف. عندي هنا كوبايه ميه دافيه على حسب ما العجينه بتاعتك بتاخد معاكي. وهنا عندنا دي رده بتتباع في اي حته عند اي حد بتاع اعلاف، موجوده في كل حته ومع الفلاحين برضو. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا. الخطوه ديت انا مخمره العجينه، منها انا بختبر العجينه بتاعتي قبل ما بعجن، ومنها بتساعد لك في التخمير الحاجه، بتطلع الحاجه معاكي بيرفكت 100%. تمام. تعالوا نطبق بقى ونشوف هنعمل ايه مع بعض. خطوات سهلة وبسيطة وان شاء الله هيعجبكم العيش. بصوا بقى انا جبت اهوت الدقيق، حط عليه نص معلقة ملح. هبتدي انزل الخميرة اهوت خطوة بخطوة معاكم اهوت، هنشتغل واحدة واحدة. تمام. حطيت الخميرة بتاعتي، هحط نص مقدار المية بتاعي، وبعدين نيجي نعجن مع بعض. هبتدي بقى اعجن العجينة لمدة 5 دقايق. تمام. طبعا زي ما اتفقنا لو مش عندك العجينه اشتغلي بايدك عادي، مفيش اي مشكله. هعجن العجينه هقول لكم شكلها ايه بعد ما تطلع، او خطوه بخطوه هوريكم ملمس العجينه اللي انا عايزاه. بصوا بقى العجينه اهيت انا عجنتها لمده 5 دقايق. بصوا شايفين العجينه بتاعتي ما هياش ولا سايله وهي ماسكه. هرش رشه دقيق، هعمل العجينه كده، هلمها بس كده بالدقيق، رشه صغيره من الدقيق. طبعا العجينه بتاعتنا زي ما اتفقنا ولا هي ماسكه ولا هي سايله. تمام. زي ما اتفقنا احنا ان شاء الله هنعملها زي بتاعه الفرن بالظبط. تمام. هوريها لكم بقى، هحاول امسكها اهيت. شايفين بتعمل عرق معايا ازاي؟ العرق دوت كل ما انت يعني كل ما كانت ليها عرق كل ما كانت العجينه بتاعتك احسن، او العيش بتاعك هيطلع افضل. طبعا هغطي عليها وهسيبها بقى تتخمر معايا. وبعدين بعد ما تتخمر هنيجي بقى نشوف هنخبز العيش بتاعنا ازاي. هنعمله ان شاء الله في الفرن وهيطلع معاكي زي بتاع بره بالظبط. هغطي على العجينه واسيبها تتخمر، وبعد ما تتخمر هرجع لكم تاني. تمام. تعالوا بقى نطلع العجينه بتاعتنا. شايفين ما شاء الله خمرت ازاي؟ اهم عامل في نجاح العيش بتاعك انك تخلي العجينه تخمر كويس جدا جدا جدا. تعالوا نفتح كده ونسمي الله. بصوا حبايبي شايفينها ملت البوله ازاي؟ تمام. بصوا. طيب هعمل ايه؟ جبت صينيه فرشت عليها شويه رده. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اقطع العجينه بتاعتي من غير ما تخرجي الهواء. تمام. اهو هعوز ايدي كده حبه دقيق، اخد كده من الجنب. تمام. بصوا العجينه بتاعتي عامله ازاي؟ اعوزها كده اهو.
اهوت واحطها. تمام، ارش كده حبه وايه وحطيها. هي العجينه بتاعته بتبقى سايله شويه، ده طبيعي عشان تديك القوام اللي احنا عايزينه. ابتدي اخد تاني كده اهوت، ونحط على الدقيق، على الرد قصدي، اهوت. تمام، ابتدي بقى اقطع واحط كده على حسب بقى سمك الرغيف اللي انت عايزاه. هنقطع كده ونحط هنا. ما تقلقوش انا هظبط معاكم. هو بيلزق بس هو احنا دوت المطلوب. اهوت، انا هقطع كل كميه بقى العيش معايا قطع زي ما انتم شايفينها كده، وهرجع لكم بعد ما اخلص. قطعت بقى معاكم اهوت زي ما انتم شايفين كده العيش. ما تخافيش، هي عجينته بتبقى سايله شويه كده، ده طبيعي. تعالوا بقى نيجي للخطوه الثانيه. قبل ما هفرد العيش هوريكم حاجه. بصوا، انا جبت صينيه هي استانلس عاديه، حطيت عليها حته. هفرد الرغيف بتاعي واقوم حاطاه على الحته. ليه؟ هشرح معاكي الخطوه دي مهمه جدا جدا جدا، لازم تاخدي بالك منها. لما هاجي احط الرغيف على الحته كده، هاجي هخلي وش الرغيف هو اللي تحت والقعر بتاعي هو اللي فوق. لما هاجي اخد الرغيف عشان اسويه، هقوم ماسكه الحته كده واقوم ناطره الرغيف على ايدي. تمام. طيب، لو احنا حطيناه على الصينيه هنا، لو انا جيت حطاه على الصينيه وحبيت اخده، لا انا هبدا المس واعمل، ممكن الرغيف بتاعي يبوظ مني. اما لما تحطيه على الحته كده، لا انت بتسهلي على نفسك، هتقومي حاطه ايدك كده على الرغيف وعامله كده، الرغيف هينزل في ايديكي. دي خطوه مهمه جدا لازم تخلي بالك منها. اي حته عندك حطيها. انا جايبه كذا حته عشان لما نعمل كذا دور فوق بعضيهم احط حتت. ما تحطيش العيش على بعضه عشان ما يلزقش ويبوظ منك. احسن لك بلاش تحطي هنا، او رشيتي حتى دقيق برضو وانتي بتشيليه، ممكن يتعوج منك كده، ينزل منك كده. لا، احنا نفدي نفسنا من الحاجات دي كلها، ونجيب اي حته عندك نضيفه طبعا مغسوله وزي الفل وتحطيها. تمام، نركن بقى ديت. هنيجي بقى للعيش بتاعنا. تمام، عندي هنا الرده بتاعتي. هبتدي بقى ارش رشه رده كده اهوت من تحت. اوكي، جيبي النشابه وابتدي افرد. طبعا هي عجينته سايله شويه، ما تخافيش والله، هتشوفيه معايا ان شاء الله يعجبك قوي. اهو، هنخلي بقى ولا سمكه خفيف ولا سمكه يعني ولا رفيع ولا تخين. السمك بتاعه حلو. طبعا نحاول نخليه على شكل دايره. انا ممكن اعمل دي كده عشان ايه ما تلزقش معايا. اوكي، اهو طريقته سهله خالص، ما فيهاش اي حاجه. وخليه كله بسوا واحد، ما تخليش حته رفيعه وحته تخينه، هو هيتعبك شويه في الفرد، مش قوي يعني عشان بيلزق، بس هيطلع معاكي ان شاء الله نتيجه تعجبك. تمام، اهوت شايفين اهوت اهوت نفضت اهوت. الرده بتاعتي تحت اهيت. هبتدي طبعا هجيب بقى الحته بتاعتي واحط الرغيف بتاعي عليها زي ما اتفقنا. بصوا، عايزه اوريكم الخطوه دي مهمه. انا خليت القعر هو اللي فوق والوش بتاعي هو اللي تحت. تمام، هبتدي بقى اعمل ايه، هخلص بقى الايه الكميه بتاعتي. نجيب رغيف كمان. بصي، ما بتحتاجيش رده كتير قوي يعني. اهو
كده رشه كده هنا، ببتدي افرد زي ما اتفقنا. هو بيلزق شويه بس عادي اهو. طريقته سهله خالص، تعمليه في البيت ما ياخدش منك اي وقت، سهل وبسيط اهو. تمام. بصوا يا حبايبي اهوت، ارجع لكم الكاميرا كده شويه اهوت. الرغيف بتاعي اهوت بسيط خالص، ما فيهوش اي حاجه. هبتدي برده اشيله واحطه على الصينيه بتاعتي. نعمل واحد كمان، نحط رشه كده. تمام. بصوا انا برش فوق رشه بسيطه خالص ما تسكرش، عشان بس الرغيف بتاعي المطرحه من الشبه بتاعتي ما تلزقش فيه اهو. زي ما اتفقنا، ولا هنرققه قوي ولا ايه ولا هنخليه تقيل قوي. هاخده برده احطه على الصينيه بتاعتي. بصوا بقى هخلص الكميه اللي معايا بقى كلها، وبعدين ارجع لكم تاني واقول لكم هنعمل ايه بعد كده. تعالوا بقى بصوا، انا عملت كل كميه العيش بتاعتي اهيت، وزي ما قلت لكم حطيت يا بنات كل حاجه وحاجه حته نظيفه. هسيبه طبعا لازم يستريح، هسيبه كده نص ساعه يستريح. هغطي وشه كمان اهو. هسيبه بقى يستريح كويس نص ساعه، وبعد نص ساعه ارجع لكم تاني ونشوف بقى هنسويه مع بعض ازاي. بصوا بقى انا شغلت الفرن بتاعي، حطيت الصاجه بتاعه الفرن تحت، طلعت الشوايه لفوق. هبتدي اجيب العيش بتاعي وهرميه على الصاجه هنا، وهوريكم شكله عامل ايه. بصوا بقى انا حطيت العيش بتاعي اهوت، تو ما هيبدا بس يبقلل كده او يبدا يعلى هطلعه فوق، مشغله الشوايه بتاعتي. هوريكم قبل ما اطلعه شكله عامل ايه. بصوا يا حبايبي العيش بتاعي اهو بدا اللي هو يعلى معايا. هبتدي اطلعه فوق هنا كده اهوت. هوريكم بقى بيعمل ايه تحت الشوايه. بصوا بقى ابتدى الرغيف بتاعي يتنفخ ازاي. بصوا بصوا شايفين. بصوا يا جماعه العيش. هقفل بقى الفرن بتاعي واسيبه يتحمر من على الوش من فوق، وهوريكم شكله ايه بعد ما يخرج. بصوا بقى العيش بتاعي بيتحمر ازاي يا جماعه، اقسم بالله زي العيش اللي بنشتريه من الصابونه، ما بيفرقش عنه اي حاجه. شايفين اللي تحت اهوت عامله تحت وعامله فوق اهوت. اول هخرجه معاكم عشان تشوفوه، مش هفصل التليفون. بصوا بصوا الرغيف بتاعي. بصوا بصوا العيش بتاعي. هرفع بس اللي تحت عشان يتعملوا اهوت. شايفين العيش بتاعي عامل ازاي، شايفين شكله عامل ازاي.
هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هطلعه، هخلص الكميه كلها واوريكم شكلها عامل ايه في الاخر. شايفين الرغيف بتاعي طلع عامل ازاي؟ شايفين التسويه بتاعته عامله ازاي؟ مش زي اللي بنشتريه من بره. بصوا بصوا، هخلص الكميه بتاعتي كلها وهرجع لكم تاني. بصوا شايفين العيش؟ مبسوطه جدا 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 بالنتيجه اللي انا طلعتها ديت. شايفين العيش بتاعي عامل ازاي؟ هو العيش اللي بتشتريه من الطابونه، اقسم بالله والله العظيم، والله العظيم ده انا عملته في فرن البوتاجاز يا جماعه، ما فيهوش اي حاجه. زي ما قلت لك، هتشغلي الفرن تحت على اعلى درجه عندك، هتشغلي معاه الشوايه فوق. اول ما يبتدي يبقلل من تحت هنبدا نرفعه على الشوايه. ووريته لكم وهو بيترفع وخرجته من الفرن قدامكم. هو ده الرغيف اللي انا خرجته على فكره من الفرن قدامكم. بصوا العيش بتاعي، بصوا ما يفرقش اي حاجه اهو. كل العيش اهو اهو، بصوا اهوت، ما يفرقش اي حاجه خالص. بصوا عامله الصغنون دوت لبنتي، ما يفرقش اي حاجه خالص خالص عن العيش اللي انتي بتشتريه من بره. تمام. هفتح لك واحد، انا بس ايه مخليه القابب عشان هدخله الفرن وايه وانشفه اهوت. بصي العيش بتاعي، شايفه العيش بتاعك عامل ازاي؟ بصوا العيش ده عيش بلدي زي اللي بنشتريه من الطابونه، ما يفرقش عنه اي حاجه خالص خالص خالص. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، ولو مش مشتركين اشتركوا عندي في القناه. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، والسلام عليكم.